تحياتي لكم جميعا، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام. اللايف اليوم غادي نتكلموا على مناش راضي وكل التضامن ديالنا مع داك الولد الشاب اللي هو كاين في الجزائر. ماذا يقع في الجزائر؟ الجزائر الآن على صفيح ساخن، كاينين اعتقالات. وداك الصنصال تم إطلاق السراح ديالو لأن دخلت فرنسا صراحة وطالبت بإطلاق يعني السراح ديالو. هذا الصنصال كنعرفوا بأنه إنسان مؤرخ وثقافي، وإنسان كيحمل الجنسية يعني الفرنسية والجزائرية. كذلك طلقوا يعني الناس ديال الرأي، يعني كيبينوا العالم بعد ما ضغطت عليهم فرنسا خوفا تم إطلاق السراح ديالو. كذلك الآن غادي نتكلموا على الولد الطفل أريان اللي البارح داوى وخرجت الأم ديالو كيف ما شفتي، وأنها خرجت كتبكي يعني وكتطلب من العالم أنه يوقف معها. وسرقوا لهم الدار ديالهم، داو لهم كمبيوترات وداو لهم يعني التليفونات، خبعوا على واحد التليفون بيهضروا لايف ولاحوه في السوشيال ميديا، وكيطلبوا من الناس يوقفوا معهم في الجزائر باش يعرفوا ولدهم، لأنه ماشي تعتقل وإنما تم يعني خطفه، اختطاف. هذا اختطاف واضح النهار. إذا هذه الجزائر هذه الآن أصبحت كتعيش بحال النظام ديال سوريا. هاد مناش يعني هاد الشعار ديال مناش أراضي كاين في الجزائر عامة في عموم الجزائر، وداير يعني ضجة كبيرة. وكذلك يعني أحرار الجزائر حتى خارج الوطن وكيتضامنوا مع الناس بزاف، وهناك رغم الاعتقالات يعني انضموا لهذا هاشتاغ مناش راضي، يعني صحفيين ومثقفين ورجال أعمال يعني اللي انضموا لهذا الشعار، وهما مع بلادهم ومع وطنهم وباغين يعني الخير لبلادهم. لكن النظام الجزائري حاكمهم بالسندان والنار، يعني كما يقولون. يعني الأوضاع المعيشية كيف ما درت لكم في اللايفات شفتيوها، أنهم عندهم جد يعني صعيبة، صراحة صعيبة. الناس أزمة الحليب، أزمة الماء، أزمة العدس يتكلم عليها حتى الرئيس ديالهم، والحليب يتكلم حتى الرئيس ديالهم، وتكلم على الطوابير. فعلا عندهم أزمات. كذلك أزمة يعني الغلاء في المعيشة، زيد على أزمة اللحوم. يعني دولة ما لاقياش كيفاش تصدر، كيفاش تستورد حتى اللحوم ديالها. وهذا الشيء اللي مخلي البلاد داخلة في أزمة يعني معيشية، أزمة اقتصادية، أزمة يعني داخلية ديال هذا الحراك اللي الآن كيطالب بالحرية، كيبغاها كما يقولون يعني مدنية ماشي عسكرية. حنا نتمنى لهم يعني النجاح والتوفيق. هادشي اللي نتمناو لهذا الشعب يعني، وخاصة الجيش الجزائري الحر والشعب الجزائري الأحرار. إذا هذه الدولة هذه يعني دائما هي كانت كتلوح المشاكل ديالها على المملكة المغربية وعلى النظام المغربي، وتحاول أن تقول بأن هناك أعداء وهناك كذا. لكن اللي توضح للشعب الجزائري بأن هذا النظام هذا يعني الفشل ديالو كيبغي يلوحو على الجيران ديالو وعلى المملكة المغربية، وخاصة بأن من الجزائريين اللي كيعيشوا في أوروبا كيجيو كيزوروا المملكة المغربية وكيشوفوا بعينيهم بأم أعينهم التقدم في البنية التحتية، الطرقات، الموانئ، المطارات، كيفاش المعيشة، الريستورات، الأوتيلات. يعني كذلك كيسمعوا كيشوفوا، يعني شافوا بأن حتى السيارات اللي كيستوردوها من أوروبا كتجيهم من المغرب، لأن أوروبا كتاخدها من المغرب وفيها صنع ماد إن ماروكو. وهادشي راكم شفتوه، يعني كلشي يتكلم عليه. يعني المغرب هو البلد يعني أكبر بلد مصدر للسائرات لأوروبا، والمغرب الحمد لله استطاع أن كل دقيقة يصنع سيارة. كذلك صناعة الأسلحة، صناعة الدرونات، صناعة يعني المعدات العسكرية وأجزاء من الطائرات. ولله الحمد. الحمد لله المملكة المغربية في تقدم وازدهار. احنا ما كنقولوش أننا وصلنا، ولكن الحمد لله احنا في الطريق الصحيح. قريبا
يعني المملكة المغربية دارنا يعني غتحتضن كأس إفريقيا في 2025، راه كتساعد المنجزات بالنسبة للملاعب الرياضية، الحمد لله تم توسعتها وأخرى يعني إنشائها، كذلك طرقات، كذلك يعني مطارات، كذلك أسطول يعني جوي. الخطوط الملكية المغربية اللي اقتنت طائرات من أمريكا البوينغ، وكذا كذلك من طائرات فرنسية. المغرب الحمد لله أننا في الطريق الصحيح رغم الجفاف، لأن المغرب تغلب على الجفاف بتحلية مياه البحر اللي كيدوز يعني الإنتاج الفلاحي والسقي وأيضا للشرب. الحمد لله المملكة المغربية شعب كما كان الحسن الثاني شعب ديال التحدي، والمملكة المغربية ولله الحمد يعني إذا فرض علينا التحدي فنحن شعب التحدي. الجزائر مشكلتها اللي أنها هي دائما عندها عقدة ديال المملكة المغربية، وخسرت 130 مليار الميزانية ديالها السنة ديال 2024 فقط عن مجهودات تقسيم المملكة المغربية. كما كتعرفوا هي الراعي، يتدعم في الأرض، تعطي الأرض والسلاح والمال والعتاد إلى البوليزاريو، وتدعمهم سياسيا داخل وخارج البلاد ديالها، وكتصرف على ميزانية كبيرة. كذلك جابت واحد المرتزقة من شمال المملكة وبغات دير يعني جمهورية الريف. هذا إن دل على شيء، وإنما كيدل على حقد هذه البلاد على واحد المملكة المغربية. ذنبنا الوحيد أن جاتنا خريطة الجوار ديالهم، عاونهم محمد الخامس في السبعة يعني، وتكلم عليهم في 57 في الأمم المتحدة. كانوا عندنا جاءونا حفاة عراة آويناهم من خوف وأطعمناهم من جوع، لكن دائما يعني ما ردوش يعني، دائما نكران الجميل. وفاش درنا المسيرة يعني المسيرة 75 داروا هما المسيرة الكحلة وطردوا المغاربة اللي كانوا كيعيشوا كيخدموا مع الفرنسيين، واللي كاينين منهم اللي مات كيدافع على أرضهم باش يخرج الفرنسي، وخرج باستفتاء يعني الفرنسي بمعاهدة إيفني. هاد الناس هادو ما تنساوش أن المحاولات الانقلابية الفاشلة اللي داروها على الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكذلك ما تنساوش بأنهم كانوا متآمرين مع القذافي ومع كوبا، مع جنوب إفريقيا، نيجيريا، مع كل الدول، فنزويلا كذلك، ومع النظام السوري البائد اللي مشى إلى مزبلة التاريخ باش كيجيبوا المرتزقة والسلاح والعتاد وكيحاولوا يهجموا على المملكة المغربية. وانتم كتعرفوا راه يعني كاين معركة أمقالة جوج، كذلك حرب 63، ومن بعد المسيرة الخضراء بدأت الحرب في الصحراء المغربية اللي هم الرجال المغاربة اللي دافعوا عليها يعني من 75 إلى وقف إطلاق النار 91. والآن الحمد لله أننا يعني طورنا السلاح ديالنا، والحمد لله كاينين طرونات اللهم زد وبارك، وأقمار اصطناعية، وكذلك القدرات لا من الطائرات الإف 16 والجيل الثاني من الإف 16 والإف 15 والميراج والحمد لله، وطائرات الأباتشي، كذلك الصواريخ اللهم زد وبارك. يعني عندنا يعني اقتنينا وعندنا يعني من أمريكا من دول عدة، كذلك التدريب العسكرية مع أسد الإفريقي اللي هي مع الجيش الأمريكي وحلف الناتو. إذا الجيش المغربي اكتسب واحد الخبرة. المملكة المغربية لن تكون ولن دائما كانت دولة داعية للسلم والسلام، نحن لسنا دعاة للحروب، وهذا هو الواقع. المملكة المغربية تدعو إلى السلم والسلام، ولكن الحرب إذا فرضت علينا فنحن شعب التحدي. إذا المملكة المغربية كانت تحارب في الصحراء، وكانت تبني السدود اللي كان يديرهم الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكان كيقول لك يجي واحد الساعة اللي غتكون هناك حرب على المياه. والحمد لله السدود الآن عطت الأكل ديالها يعني بإنتاج فلاحي وإنتاج الكهرباء. الطاقة الشمسية كيف ما شتي، نور واحد ونور جوج ونور ثلاثة، وحنا الحمد لله عندنا أكبر منصة للطاقة الشمسية هي في الورزازات في المملكة المغربية. نهضروا على الفلاحة، ولينا سلة إفريقية ملي رجع الملك إلى الاتحاد الإفريقي، وهذه الشراكة الإفريقية شراكة رابح. الحمد لله الآن أن إفريقيا يعني أغلب الدول سحبوا الاعتراف بالجمهورية الوهمية رغم الرشاوي اللي كانت كتعطيها الجزائر، واعترفوا بمغربية الصحراء. شفنا آخر زيارة ديال الرئيس الموريتاني اللي جاي يشكر جلالة الملك لأن الزوجة ديالو
يعني جات ودارت عملية ناجحة على القلب، ما ساقش يديرها في الجزائر أو في دولة أخرى باش ما يستفزوش بالملف الطبي أو لا يصوروا المرأة ملي تكون يعني في حالة تخدير. فالمملكة المغربية الحمد لله ولله الحمد بلد ناجح، بلد صالح. الجالية كتساهم أيضا في الاقتصاد المغربي. المنتخب يعني كنهضروا الرياضة، راكم شفتوا المربع الذهبي ونحتضنوا كأس العالم، واغلب اللاعبين من الجالية. هذا إن دل على شيء بأن الأمهات ديالهم والآباء ديالهم كيزرعوا فيهم حب الله والوطن والملك والبلاد ديالهم، وكيفضلوا يلعبوا مع المنتخبات ديالهم. إذا إلى هنا هذه هي، إذا حنا مع شعار ديال الأحرار في الجزائر ما نشرتي والحرية للطفل اللي هو يا ريان. نتمنى اطلاق السراح ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الطفل اللي هو معتقل عند الجزائر نتمنى يتم اطلاق ماشي يعني هو مختطف وليس معتقل، لان المعتقل كتكون كتعرفوا في كاين. هادو العائله ديالو جاو ضربوا الاب وضربوا الام وخداو لهم كؤس والحم وما عرفوش الابن ديالهم اين هو، يعني مختطف. وهذا هو الفرق. هذه واحد ظاهرة جديدة. يعني الآن نفس الشبيحة اللي كان كيخدم بها النظام السوري بشار الفار، اللي هو الآن انهزم وغادر سوريا وخلى سوريا للسوريين، رغم أن يعني المجازر اللي دار فيهم وكنعرفوا. كذلك ما تنساوش بأن هذا النظام الجزائري كان كيدعمه إلى آخر رمق. وما تنساوش بأن هذا النظام الجزائري كان كيجوا عنده السوريين وكان كيلوحهم في صحراء مالي والنيجر، والسوريين كان مرحب بهم في المملكة المغربية. وكذلك ما نساوش أن مسجونين يعني الآن يعني سوريين اللي جاوا فقط لهاربين من بشار وجاوا الجزائر، تقريبا 500 سجين سوري داخل الجزائر. نتمنى الله يطلق سراحهم. كذلك ما تنساوش بأن المعاملة كيف تعاملوا مع أولادنا في السعيدية، قتلوا جوج. واحد يعني شدينا الجثة جابها البحر، ووحدة مشات عندهم والجثة حتى خلصوا عليها الدية، يعني الله يرحمهم. وكذلك كان معتقل مسكين واحد الولد اللي هو يا معتقل، عذبوه وعطلقوه. كان واحد اللي نجا يعني العموم ورجع. ما نساش اللاعب ديال اتحاد طنجة تقريبا عام وهو عندهم عند الجزائر، عاد عطاوه باش تعرفوا الخبث ديال هذا النظام. فتحياتي لكم. ماناش يعني راضيين على هذا النظام، نتمنى الله سبحانه وتعالى له الزوال في أقرب الأوقات يا رب العالمين. تحياتي لكم للشعب المغربي والمحبين. جمجموا ولا تخمموا، لايك كومنتير، ما تنسوناش من التعليق باش يدور هذا الفيديو. تحياتي لكم وشكرا لكم. نتلاقاو في اللايف الجاي بحول الله. هذا فيديو درته مختصر يعني شنو واقع الآن إن شاء الله.